بصوا يا جماعه، ده عبود ماشي، ده صاحبنا الفلسطيني، ده اللي مصور معظم فيديوهات التمرينه دي. ولو في اي مشاكل في التمرينه هيبقى بسبب الراجل ده. الراجل ده اللي مبوظ لي الفيديوهات كلها. احلى مسا عليكم يا دبابات. هنبدا مع بعض كده السايكل الجديده. هقول لكم السايكل دي هتبقى مكونه من ايه والدنيا هتبقى فيها ايه. مبدئيا كده السايكل دي تبقى الخمس تمارين بتاعتنا: الرجل، الظهر، الشيست عادي. التمارين بتاعها 5 ايام برو سبليت عادي. الفكره كلها فيها كل تمرينه، مثلا تمرينه الرجل هتبقى 5 زوايا. 5 زوايا هتبقوا مترتبين كالاتي: اول زاويه سوبر ست، هتبقى الهدف منها الاساسي ان احنا نخلي العضله فيها لود عالي، فيها بلاد فلو عالي. وفي نفس الوقت اتاكد ان انا سخنت العضله كويس جدا، فبالتالي تاني زاويه انا بقى اخشها هبقى متاكد ان العضله جاهزه للتمرينه خلاص. تاني زاويه على طول في التمرينه هتبقى الزاويه الاساسيه في التمرينه، ان هي هحمل فيها اوزان بشكل زياده، طبعا هتبقى هاي انتنسيتي عاليه. بعد كده هيبقى في زاويتين التكنيك بتاعهم هيكون عدى بارشل وعدى فول، يعني عدى انزل اطلع للنص وعدى كامل، عدى نص وعدى كامل، زاويتين ورا بعض. واخر زاويه هتبقى زاويه عاديه على حسب بقى التمرين نفسها. الكلام ده كله في كل التمارين، في الرجل، في الشيست، في الظهر، في الكتف، في الدراع. تمام. اللي هنعمله مختلف المره دي شويه، ان انا مش هبقى انا اللي بعمل التمرينه، هبقى بشرح لكم التمرينه في الجيم. والكلام ده هيحصل على كابتن عمر. تعالى كابتن عمر. هو كابتن عمر هيكون بيتمرن التمرينه وانا هشرح لكم التمرينه عليه، التكنيك بتاعها هيكون عامل ازاي، كوعك، ركبتك، الكلام ده كله هيبقى تبس كده بسيطه وهو بيتمرن. هشرح لكم، هو طبعا هيساعدنا في ده، فطبعا عايزين نشكره ان هو هيبقى معانا بقى ال5 ايام الجايين هنموته فيهم. يلا بينا. النهارده هنبدا تمرينة الرجل. اول زاويه هتبقى سوبر ست خلفيه، سيد كيرل معاها سمانه على طول سوبر ست. نبدا اول حاجه الخلفيه. اهم حاجه في الزاويه دي ان مش رجلك يفضل دايما مرفوع، ووسطك من ورا دايما هيكون ساند على الكرسي، عشان السكويزنج كله يكون على الخلفيات. يعني هتاخدوا بالكم كده، تلاقي دايما كابتن من ورا وسطه ساند، عشان في ناس على طول بتزحلق وسطها كله لقدام، يبقى اصلا الخلفيه مش شغاله والظهر هو اللي شغال. زائد ان وش رجلك لو اترفع لفوق السمانه هتشد عليك الخلفيه مش هتشتغل. هنجيب هنا 12 15 عدة نشغل الخلفيه كويس جدا، بعدين على طول سوبر ست. نخش على السمانه ونلعبها سيكت، وش رجلك بس هو اللي محطوط. زي كده متحطش رجلك كلها، خلي ركبتك دايما سنه صغيره بس فيها هي اللي طالعه بره، ومتطلعش من رجلك كلها لبره. السكويز طبعا هي فوق الاخر، ننزل مننزلش الاخر، نطلع نسكويز تاني على مهلك. برضه نفس الفكره، نديها من 15 20 عدة لحد ما السنه تشتغل معانا. الفكره في الزاويه دي ان احنا كده حاولنا ناكتف الرجل بشكل زياده شويه، عشان اي زاويه نلعبها بعد كده تبقى الرجل معانا شغاله، ما يبقاش فيه اي اصابات. يلا بينا على الزاويه الثانيه، هتبقى ليج بريس على الماشين. خلي رجلنا 11. طبعا الزاويه دي هي الزاويه التقيله، ما فيهاش تكنيك، بس هتروح باتقل وزن ممكن تروح فيه من المجموعه الثانيه. يعني هما 3 مجموعات، اول مجموعه ممكن تبقى اورمنج وزن متوسط، مجموعتين الاخرى حاول تروح باتقل وزن فيهم. يلا بينا. خش على الفوق. الزاويه دي يا جماعه محتاجه نزله عدله، نزله محترمه، نزله كده ننزل الاخر ونطلع الاخر عشان الرجل كلها تشتغل معانا. هي اساسها اماميه واحنا رجلنا 11، فكده كده هتشغل اماميه، بس دي زاويه تقيله، زاويه كومباوند، فاحنا محتاجين ان احنا نتك فيها زياده. حتى الوزن تقيل محتاجين الموشن يبقى عالي. مش مهم ان انا اجيب 85 عده، الفكره كلها بس العدات كلها تبقى فل. مش عارف كده. يلا بينا على الزاويه الثالثه، دي اول زاويه في التكنيك اللي هو عدى كورشر وعدى طول. تبقى على السميث، رجلك الاثنين 11، مستوى الحوض اوسع سنه صغيره، هنزل الاخر واطلع للنص، انزل الاخر وبعدين اطلع تاني. يلا بينا. رجلك 11، مستوى الحوض اوسع سنه صغيره، انزل لتحت، هنطلع للنص، تاني فول، هنلعب جامد. حاول دايما وانت بتلعب الزاويه السميث بالذات خلي رجلك تحتيك، ما تبقاش رجلك قدام زياده عن اللزوم، عشان لما يدخل انت هتشتغل معاك اصلا.
يلا بينا على رابع زاويه، نفس التكنيك بتاعنا، عدى بارشل عدى فول، هنلعب سيسوس فلايت. الزاويه دي تعتبر انديورنس اكتر، ما فيهاش اوزان، الفكره كلها بس انك هتوصل العضله للفيلير. يلا بينا. كمل. خامس زاوية والأخيرة في الرجل دبابات، تبقى سومو سكوات بالدمبل. نفتح رجلنا 7 واسع أو 7 مستوى، نحط حاجة بسيطة، ما تقفرش أوي في فتحة رجلك عشان تعرف تشغل الخلفيات والضمات من غير ما الهيب جوينت يوجعك خالص. طبعا الناس دي كلها تبقى لتحت، بلاش ترمي ظهرك قدام وأنت بتتمرن عشان رجلك هي اللي تشتغل مش القطنية. بس تبقى الناس دي كلها ستريت داون ستريت أب عشان الضمات والخلفيات بس هما اللي يشتغلوا معاك. دي هتبقى آخر زاوية، بعديها ممكن تلعب بقى شوية كارديو خلاص. يلا بينا على أول زاوية في تمرينة الشست. هنبدأ سوبر ست بريس على المكنة 11 فلات ومعاها باتر فلوي. طبعا السوبر ست دي زي ما فهمتكم قبل كده عشان تأكتف العضلة. يعني إيه؟ يعني توصل دم للعضلة كويس، بحيث إن تاني زاوية لما تبقى تقيلة أبقى متأكد مليون في المية لما رفع أوزان تقيلة عمري ما اتمزق. يلا بينا نبدأ. هنمسك الجراب 11 كتف مرفوع لفوق، صدر كله لبره. حاول دايما نأكتف العضله الصدر بتاعتنا، ما يكونش التعبير خالص على الكتف. هي دي الترنجات بس كده من المكنه دي. خلي دايما صدرك لفوق عشان الصدر دايما هو كده شغال معاك، ما يكونش الكتف خالص هو اللي شغال. نعمل هنا 10 12 عده، هنقوم على طول على الباتر فلاي زي ما نعمل. هنمسك الجراب من تحت برضه نفس الفكرة، صدرنا من فوق على طول، مأكدين الصدر كويس، الكوع ما تتفرجش ويتنى. حاول دايما نركز على الكوع هو اللي يقفل على الصدر عشان برضه نفس الفكرة، الصدر هو اللي يشتغل معانا مش الكتف. بعد الزاويتين دول هتحس ان صدرك خلاص اشتغل معاك كويس جدا، بقى في نور في عضلة الجست، بقت مستعد انك تبدأ أول زاوية تقيلة. يلا بينا على تاني زاوية اهو. يلا بينا على تاني زاوية، هتبقى أول زاوية في التكنيك اللي هو عدى بارشل وعدى فول. هنلعبها على الكرسي فلات بريس بالدمبل. يلا وريني. يلا بينا. يا خالتي برجع سلو موشن. يلا بينا. هي زاوية بريس عادية خالص، والفكرة كلها بس فيها إن إحنا بنطلع عدى بارشل وعدى فول، يعني بنطلع عدى للنص وعدى للكامل. الفكره في الزاويه دي او الفكره في التكنيك ده ان هو بيخلي التايم اندر تنشن على العضله عالي، يعني بيخلي التنشن اللي محطوط على العضله وقت طويل لمده طويله ومفيش اي فصلان من العضله. يعني كل عندنا بتطلع فوق العضله بتفصل جزء من السايكل كده وترجع تشتغل تاني، انت هنا بتبقى واثق مليون في الميه العضله مش هتفصل معاك خالص. طبعا اول مجموعه بتلعب وزن متوسط شويه، بعدين تانية او تالتة بنروح بوزن جديد. وعادي يعني عشان تجيب 12 عدة عادي، ممكن تجيب 7 8 عدات مش قصه، يعني كده كده العدة بعدتين. يلا بينا على الزاويه الثالثه، دي التكنيك بتاعها عادي، هتبقى فلاي بالدمبل على كرسي الاي فلاي. هنرفع صدرنا لفوق، نثبت جسمنا كويس. اهم حاجه في الحركه دي ان الكوع ما يتفردش من التمن، مش انت ما بتلعبش بريس، بتلعب فلاي، انت عايز تسترتش الفايبر بتاعت الشست على قد ما تقدر. دايما الكوع بيطلع لبره والسبيسنج يكون لفوق. ده اخرك عشان خلاص مفيش هنا ريزيستنس، هنا مفيش مقاومه، هنا اخر المقاومه. يلا بينا على الزاويه الرابعه. يلا بينا على الزاويه الرابعه، هتبقى نفس التكنيك بتاعنا، عدى بارشل وعدى فول بس على الماشين انكلاين. يلا بينا. زي ما انتم شايفين دايما الصدر لفوق، يعني هنعمل الارش بتاعتنا الطبيعيه، خلي دايما الصدر مرفوع لفوق عشان الابر تشست هو اللي يشتغل معانا مش الكتف. الكوع تحت سنه صغيره، نقرص على التشست لفوق، ننزل نطلع نص وننزل تاني.
يلا بينا على الزاويه الاخيره، تبقى على الكردات كروس اوفر، بس الفكره كلها في التكنيك ده ان هو هيبقى بريس وفلوي. تعالى اوريك. يلا بينا. حطيناه في النص كده بالظبط، خلي الهاند جريب بتاعتنا على وضع بريس مش وضع فلوي، سكويز لتحت وريس لتحت، طلعت كلها لفوق، يعني ولا بطلع لبره ولا بفرق كوع الهدوم من جوه زي الفلوي كده البحشيه، لا انا التكنيك بتاعي كله شبه بريس. دي كده هتبقى اخر زاويه في الجاست، هناخد زاويتين ترايسبس وهناخد زاويه بطن. يلا بينا على اول زاويه في الترايسبس. يلا بينا على اول زاويه في الترايسبس، طبعا هكملات ديب داون بالني. حاول تعمل جيم اوفر بجسمك، خلي كوعك كله قدام والزقه كلها تبقى قدام لتحت. اهم حاجه خلي كوعك دايما مبني كده لقدام عشان تحس بالترايسبس من غير ما جسمك يتحرك خالص. يلا بينا على الزاويه الثانيه في الترايسبس. يلا بينا يلا بينا يلا بينا على الزاويه الثانيه في الترايسبس والاخيره، تبقى دمبل كيك باك، بس هنعمل حركه كده بسيطه، هنعملها تشست سبورتد. يعني ايه؟ يعني هنخلي الجسم كله معزول، تحط جسمك كله على الكرسي تبقى 60 درجه لفوق. عايز تخلي ركبتك على الكرسي ماشي، عايز تخليها على الارض ماشي، مش هتفرق. اهم حاجه كوعك كله يبقى فوق كتفك لفوق، وترايسبس بس هي اللي شغاله. دي كده كانت اخر زاويه في الترايسبس. هنخش دلوقتي زاويه بطن كده سريعه، يبقى كده التمرينه خلاص. يلا بينا على زاويه البطن يا جماعه الاخيره، هتبقى زاويه واحده بس، تبقى كيلو كرانش على الكابلات. هنعمل 4 مجموعات، المجموعه الواحده من 20 ل 30 عد. فكره التمرين ده كله السواق من ورا عمود الفقري، انك دايما تحاول تكني عمود الفقري ترجع تفرد تاني، ما تنزلش تحت، حاول تكني جوه. يلا بينا. الناس كتير بتعمل التمرين ده كده بتاع شغل القدمية بس مش أكتر، أو دايما تخش لجوه عشان بطنك يعني تشتغل. احنا مسا عليكم يا رجاله، النهارده عندنا تمرينة الظهر. أول زاوية هتبقى عندنا هتبقى سوبر سيرف، اللي هي بول داون واسع، سيتد رو ضيق. يلا بينا. حاول دايما في الزاويه دي تخلي دايما صدرك لفوق، ما تحاولش ان انت تتحرك كتير. يعني في ناس بتأفور قوي في الحركه بتاعتها لدرجه ان هي بتعمل كده، مش صح. حاول تثبت جسمك شويه، اطلع بس اللات مع الوزن وقرص عليه الايام. خلي دايما الاسترتش على اللات، الاسترتش لفوق عشان كتفك هو اللي هيشتغل. خلي دايما الاسترتش على اللات وقرص في الاخر تحت. امشي على طول، بعد كده على طول سيتد رو. ظهري مفروض نفس الفكره، ركبتي مبنيه سنه صغيره، اسحب الوزن للاخر على معدتي وانزل براها. برضه نفس الفكره، ما احاولش اوفر من الاخر خالص. دايما الاسترتش يكون على اللات واقرص على ظهري وميد الباك. برضه نفس الفكره، الزاويه دي هتوصل لنا دم كويس لعضله الظهر، بحيث ان تاني زاويه هتبقى زاويه تقيله، اللي هي بنت اوفر روح تشوفوها تبقى زاويه تقيله، فعايز تزود فيها في الاوزان. فزاويه زي دي سوبر سيت هتوصل دم كويس عشان ما يكونش فيها اي اصابات. يلا بينا على تاني زاويه. يلا بينا على تاني زاويه تبقى بنت اوفر بار رو، نمسك الجريب
مستوى الكتف اوسع سنه صغيره، والسحبه كلها هتبقى عند البيلي باتن، عند السره كده في نص البنج بالظبط. يلا نشوف. تعالى خش عليا كده، خش عليا. الجريب شبر واسع، شبر واحد بس من هنا. الناحيه التانيه هاخد البور، ارجع بيه خطوه صغيره لورا، اجي ركبتي سنه صغيره، افرد ظهري على الاخر وانزل لتحت تاني ثابت بس. اوكي يلا بينا على تالت زاوية. يلا بينا على تالت زاوية. دي أول زاوية هتبقى في التكنيك بتاعنا اللي هي عدة بارشل وعدة فول. هنلعبها هنا على الهاي رو ماشين. الماشين دي لو مش موجودة عندك ممكن تاخدها على اللات بول داون أو ممكن تاخدها على الكابلات، بس لو موجودة هتبقى أحسن. يلا بينا. هنمسك هاند سنجل واحدة بس مقلوب ريفرس كده. هقعد سمي جسمي كويس، امسك التاني كويس، خلص الاخر تحت، هطلع نص، وانزل تاني، اطلع تاني. هلعب بالايد التانية بنفس الأداء. يلا بينا على ربع زاوية. يلا بينا على ربع زاوية. الزاوية اللي قبل الأخيرة هتبقى على الكابلات برضه بنفس التكنيك. عدى بارشل، عدى فيل، هاخدها على ستريت اون بول داون على الكابلات بس بير لوب. يلا بينا. أول حاجة هنرجع خطوة لورا، ركبتي مكانها سنة صغيرة، ظهري مفروض، كوعي لبره. دي الفكرة في التمرينة دي كلها، كوع ما تخلوش لجوه كده، خليه دايما لبره. هقوم داون لبره، أربع نص، وانزل تاني، وأطلع تاني. يلا بينا على اخر زاويه. يلا بينا على اخر زاويه. هنلعب يعني شبه الديد ديفت بس دي اسمها ريد بولز. الفرق بينها وبين الديد ديفت ان احنا بنلعب من وضع عند الركبه تقريبا، مش بلعب من ارض، مش بلعب كونفشنال. كونفشنال ديد ليفت ده بيبقى كومباوند اكثر، يعني مشغل الاماميه والخلفيه والجلوتس والقطنيه، بيشغل حاجات كتير. انا عايز بس هنا فوكس على القطنيه بس، فانا هاخدها ريد بولز، يعني هلعب من عند ركبتي كده. يلا بينا. اول حاجه همسك مستوى الكتف واخلي الباو قدام رجلي على طول، ما بعدش عنه، ما بلعبش من هنا. خلي كل ده قدام رجلي. ظهري مفروض، اطلع ظهري مفروض، وانزل لحد الحديد واطلع تاني. طبعا هتبقى اصعب كتير لو كل مره بتسيب الوزن ده وبتطلع من الاول. دي كده اخر زاويه في الظهر. هنلعب زاويتين بايسبس، شويه اوبليكس وخلاص. يلا بينا. يلا بينا على اول زاويه في البايسبس، هتبقى على الكابلات زجزاج داير. اهم حاجه في الزاويه دي انك تخلي كوعك دايما قدام زي ما انا هعمل كده. يلا بينا. ما ترجعش كوعك لورا عشان مش هتعرف تسحب للاخر، خلي كوعك سنه صغيره قدام عشان تعرف تسحب للاخر فوق.
يلا بينا على تاني زاويه. يلا بينا على تاني زاويه في البايسبس والاخيره واخر زاويه عامه في التمرين. هتفضل بس الاوبليكس وخلاص. هنلعب بالدمبل تبادل بس هامر كراب عشان نشغل البراكيان. يلا بينا. ممكن تلعبها سنجل كده وممكن تلعبها دبل الاثنين مع بعض، مش هتفرق. شوف انت انسب لك ايه. لو عايز تركز على كل ايد لوحدها خليك احسن كده العبها سيبريتد. حاول دايما تخلي كوعك ثابت. وهي شفرة الكيس عشان في ناس كتير بتعمل كده. هي شفرة الكيس خليكوا ثابت. يلا بينا على الاوبليكس. يلا بينا على زاويه الاوبليكس وهتبقى اخر زاويه في التمرينه كلها النهارده. هنلعب زاويتين سوبر سيت مع بعض. تعالى اوريك. اول حاجه دي الراشن تروست. فكره الزاويه دي ان انت هتلف جسمك كله جسمك كله ورجلك تحاول تخليها مرفوعه من على الارض كده. الزاويه دي زي ان هي بتشغل البيكس كويس. حلوه قوي في الاستابيليتي بتاعت الكور انك دايما بتبقى مثلا الكور. طبعا لو انت مش ادفانسد قوي عايز الموضوع يبقى هادي شويه ممكن تخلي رجلك ثابته على الارض وتعمل بنفس التكنيك هو. تاني زاويه في الار2 تابس. خلي رجلنا ثابته على الارض. خلينا نسكع برجلي الاثنين اللي جنبين. طبعا كل ما تبعد كعب رجلك اكتر وتحاول توصل له الموضوع هيبقى اسرع. وبس كده ده بجد احلى مسا عليكم. هنبدا تمرينة الكتف النهارده زي ما قلت لكم وشرحت لكم في اول الفيديو. التمرينه هتبقى اول زاويه هتبقى سوبر سيت. هنلعب بريس على الماشين. هنلعب بعديها باتر فلاي سوبر سيت على طول. بس طبعا قبل ما نبدا لازم تتاكد انك سخنت كويس. لو مش عارف تسخن ازاي هتلاقي فيديو التسخين موجود في الاي اللي فوق في الديسكربشن بوكس من تحت. هنشرح لكم دلوقتي التمرين على العمر. زي ما قلت لكم هتبقى سوبر سيت شولدر بريس على الماشين هنا على طول وباتر فلاي كتف خلفي. اول حاجه وانت بتمسك الجريب دايما بتاعه الماشين اتاكد ان كتفك يكون مرتاح في البوزيشن. ما تمسكش واسع زياده عن اللزوم. ما تمسكش ضيق زياده عن اللزوم. خلي البوزيشن بتاعك على مستوى كتفك عشان لما تطلع فوق يكون مظبوط. تاني حاجه خلي كوعك سنه صغيره. يعني لو لاحظتوا كابتن عمر ما حطش كوعه ورا وهو بيزق كتفه هيتمزق. خلي دايما كوعك سنه صغيره لقدام. يلا بينا. البريس كلها لفوق. كوعك زي ما انت ثابت. اتاكد دايما انك عامل قرش هنا كويس. صدرك كله لفوق والبريس مظبوط على كتفك الامامي. عديتك طبعا لحد ما توصل للفيلير او لحد ما تحس ان كتفك الامامي يشتغل معاك كويس. زي ما قلت لكم هدف الزاويه دي كلها اولا واخيرا ان هي توصل دم كويس جدا للعضله عشان الزاويه الثانيه هتبقى تقيله وما نتمزقش. يلا بينا على طول على الباتر فلاي. هنا نفس الكلام. كوعك هيبقى فوق مرمي على طول لفوق عشان كتفك الخلفي يشتغل زي ما انتم شايفين. سواء هتلعب البوزيشن ده زي ما انتم شايفين عمر عامله كده او هتقعد على الكرسي ده سيم الاثنين واحد. الفكره كلها ان كتفك دايما هو اللي يكون شغال معاك كتفك الخلفي. فكوعك هو اللي هيثبت بوزيشن زي ده. زي ما انتم شايفين الكتف الخلفي شغال اهو. التكنيك مظبوط. كوعك ما بيتفردش ويتنى ودي اهم حاجه. على تاني زاويه. تاني زاويه زي ما قلت لكم بتبقى الزاويه الثقيله بتاعت التمرينه. بتبقى ميليتري بريس بالبار. خلاص هنمسك البار اوسع من مستوى الكتف. يعني عند تقريبا عند كتفك تقريبا اوسع يعني اسبوع كده بسيط. يعني لو هتيجي من بار قرب كده عبود هتيجي تمسك من بار مثلا زي ما كابتن عمر كده ماسك صباع واحد بس من عند الخط هنا عشان تعرف تملك البار كويس. هتاخد البار خطوه وترجع زي ما كابتن عمر هيعمل كده. يلا انا كده البار عند دانك. تيجي تزق البار فوق دماغك على طول.
عايزك بس اهم حاجه تتاكد رقم واحد ان انت زي برجلك كويس، رجلك مظبوطه زي بيها كويس. رقم اثنين البار بينزل عند دانك. رقم ثلاثه ان البار بيطلع فوق دماغك ما بيطلعش قدام. البار لو طلع قدام هيمزقك، هياخدك ويقع لقدام. تاكد دايما ان البار بيطلع فوق دماغك على طول عشان تشغل الثري هيدز. ميزه الزاويه دي انها بتشغل الثلاث عضلات بتوع الكتف، الامامي والجانبي والخلفي. عشان تشغلهم كويس انت محتاج تزق البار سنه صغيره، تطلع اللي هو هيطلع فوق دماغك على طول وتنزل قدامك بالظبط. مع الزاويه الثالثه دي هتبقى اول زاويه في التكنيك اللي هو عدى بارشل وعدى فول. يعني هتشوفوا كده التكنيك. اول حاجه بس لو التي ار اكس ده مش موجود عندكم في الجيم ممكن عايز نلعبها بالهاندل سنجل، مفيش مشكله، تبقى ايد عكس ايد. هنطلع عدى للنص وعدى كامل. يلا بينا شغاله. بص زي ما انتم شايفين كده الكوع دايما لبره، سنه بسيطه كده مرمي لبره، اطلع عدى للاخر، عدى للنص، عدى للاخر، عدى للنص. التركيز كله طبعا على الكتف الجانبي، ما نحاولش ان احنا نأوفر في النازله تحت ولا نأوفر في الطلعه فوق، لحد مستوى الكتف بس وننزل تاني. اهم حاجه بس في الزاويه دي ان الكوع دايما هو اللي يفضل لبره. كوعك لو دخل لجوه الكتف الجانبي مش هيشتغل خالص. الزاويه الرابعه والزاويه اللي قبل الاخيره هتبقى بنفس التكنيك بتاعنا، عدى بارشل وعدى فول. هنلعب على البار الزجزاج، هنمسك الجريب مستوى كتف بالظبط، كل الجريب ريفرست يعني مقلوب من الكيرف اللي من بره في البار الزجزاج. هنسند على اي حيطه عندنا في الجيم، نوطه شويه سنه صغيره زي ما كابتن عمر كده عامل، الركبه متنيه سنه صغيره وزايين الارض جامد، وكل الظهر من ورا سند على الحيطه. يلا بينا. عدى بارشل، عدى فول، عدى نص، عدى كامل. الكوع متني سنه صغيره زي ما انتم شايفين. هطلع لحد مستوى الكتف بالظبط وانزل تاني. ما حاولش ان احنا ننزل لتحت اوفر زياده عشان تبقى دايما التحميل كله على الكتف الامامي، يا دوبك البار يلمس تحت ونطلع على طول. جيم جيم جيم. اهم حاجه في الزاويه دي هي زاويه الكوع، دايما زي ما انتم شايفين كده متني سنه صغيره. لو اتفرد مش هتطلع، ولو اتنس زياده عن اللزوم الكتف الامامي مش هيشتغل اصلا. عايش يا كابتن زغليلو. خامس زاويه والاخيره رجاله تبقى سوبر ست، تبقى كتف خلفي ترابيس خلفي برضه. الكتف الخلفي هيبقى الدرجه بتاعت الكرسي 60، تنام على وشك، السحبه كلها هتبقى لبره على كوعك، والترباس تسحب بس الوزن. يلا بينا. نبدا اول حاجه الكتف الخلفي. عايز تثبت رجلك على الارض ماشي، عايز تثبت رجلك على ركبتك على الكرسي فوق مفيش مشكله. كوعك لبره، سحبه الوزن كله بكوعك، دي اهم حاجه عشان كتفك الخلفي هو اللي يشتغل مش ظهرك، دي اهم حاجه. تعالى كده عبود، تعالى كده باين كوع. بص اهم حاجه الكوع يبقى دايما مرمي لبره عشان الكتف الخلفي هو اللي يشتغل. يلا بينا الترابيس. دمبل زي ما انت ثابت، تسحب الوزن بترباسك لفوق بس من غير ما الوزن يتسحب بكوعك خالص، كوعك ثابت زي ما هو، الوزن كله بيتسحب بس هنا. تعالى بقى كده عبود بس يا رجاله، ودي كده هتبقى اخر زاويه في تمرينه الكتف. تخلص التمرينه ممكن تلعب كارديو من 20 ل 30 دقيقه. انا افضل الكارديو يكون انكلاين، ترفع الانكلاين من 15 ل 20%، والسبيد يبقى من 4 ماكسيمم 5.5 6 ما يزيدش عن كده. يعني ما تجريش، ما تلعبش هاي انتنسيتي كارديو، بس الانكلاين يكون مرفوع حاجه بسيطه. وكل ال 25 او ال 30 دقيقه اللي انت هتلعبهم يكونوا مشي، بلاش جري خالص. واحلى مسا عليك يا دبابات. يلا بينا على تمرينة الدراع. هنبدأ أول زاوية هتبقى على الكابلات سوبر ست، واحدة بايسبس واحدة ترايسبس على طول. هنبدأ الأول ترايسبس بالروب، برضه البايسبس بالروب، تبقى سوبر ست 10 12 عدة كل واحدة من غير ما نريح. يلا بينا. أهم حاجة خلي الكور بتاعك مرمي لورا سنة صغيرة عشان زقتك كلها تبقى لتحت. كوعك ثابت، الاسترتش بيبقى الآخر والسكويزنج بيبقى بالاخر، بس من غير ما كوعك ده يطلع من مكانه عشان كتفك ما يشتغلش على الفاضي. تلعب 10 12 عده.
على طول هننزل الكابل لتحت. ركز على عمرك، ركز عليا انا. برضه نفس الفكره، اهم حاجه الكوع يبقى مرمي سنه صغيره بس لقدام وثابت. السكويزنج كله على البايسبس هيشغل معاك طبعا البراكيالس، والبايسبس هتشتغل معاك. ميزه الزاويه دي بقى ان هي هتاكتف البايسبس والترايسبس كويس، بحيث ان احنا اي زاويه بعد كده هنلعبها احنا متاكدين البايسبس والترايسبس وصل لهم دم كويس من غير اي اصابه. تاني زاويه هتبقى ترايسبس، تبقى على الكابلات بالزجزاج. هنمسك ماسكه ضيقه، خلي كوعنا قدام، هنلعب بالتكنيك اللي احنا قلنا عليه، تبقى عدى بارشل عدى فول، عدى بارشل عدى فول. يلا بينا. انتوا شايفين؟ يخرب بيتك بوظت التمرين. يلا بينا على الزاويه الثانيه، هنبدا ترايسبس على الكابلات بالزجزاج، نلعب بالتكنيك اللي احنا قلنا عليه، عدى بارشل وعدى فول. يلا بينا عمر. بالظبط، هننزل عدى للنص، بنعدى كامل. طبعا نفس الفكره، كوعنا هيبقى قدام على طول ثابت عشان الكتف ما يشتغلش معانا، مرميين من تحت سنه صغيره، بنسكويز للاخر، نطلع كامل، ننزل نص، نطلع كامل، نسكويز للاخر تاني. يلا بينا على الزاويه الثالثه بقى بايسبس بالبارل زجزاج. هنمسك من الكيرف الواسع، برضه نفس التكنيك بتاعنا، هتبقى عدى بارشل عدى فول. يلا بينا. اول حاجه نتاكد ان رجلينا مظبوطه على مستوى الهب، ماسكين من الكيرف الواسع، كوعنا جنبنا، نطلع عدى للاخر، ننزل نص ونطلع كامل وننزل كامل تاني، نطلع كامل ننزل نص، نطلع كامل ننزل كامل. يعني البارشل هيبقى من فوق مش من تحت. اتاكد دايما ان السكويز هتبقى على البايسبس، محاولش نشغل الكتف خالص واحنا بننزل، يعني ما نلفش كتفنا لقدام زي ما كابتن عمر كده بيعمل بالظبط. يلا بينا على الزاويه الرابعه، هتبقى ترايسبس، تبقى دمبل اوفر هيد. ممكن تلعب على الكرسي بتاع الكتف الصغير، او ممكن تلعب على الكرسي بتاع الارتكاز البريتشر ده، تلف نفسك عليه وتخلي ايدك كلها لورا زي ما هنعمل دلوقتي. يلا بينا. تمسك الدمبل بايدك الاثنين، ترفع فوق دماغك على طول، تاكد انك ساند كويس على الارض او اي حاجه قدامك ثابت. طبعا الاسترتشنج يبقى للاخر خالص، تنزل اخر تتك الاخر خالص. اهم حاجه بس في فكره التمرين ده كلها ان كتفك ما يتحركش معاك قدام وورا، دايما بيكون ثابت، يعني بتنزل لتحت وبتطلع لفوق وانت الحركه بتاعتك ثابته ستريت لاين على طول، عشان كتفك ما يشتغلش معاك على الفاضي. التمرين ده من الزوايا اللي بتشغل اللونج هيد، العضله الكبيره اللي عندك. يلا بينا على الزاويه الخامسه والاخيره، تبقى سوبر سيت زي اول زاويه خالص، تبقى بايسبس في الترايسبس. من الزاويه الاولانيه بدانا تراي في باي، هنا هنبداها باي في تراي. هنبدا البايسبس هيبقى جسمك عكس الاتجاه، يعني كابتن عمر دلوقتي هيلعب بالدراع الشمال، هو هيقعد الناحيه اليمين عشان دراعه الشمال كله يبقى مرتكز. يلا بينا. هنمسك الوزن، اهم حاجه نخلي الكتف كله مريح خالص، الدراع كله مريح على الكرسي مفرود. هسكويز على البايسبس. يلا بينا. بس اهم حاجه وانا بنزل هستريتش بس مش للاخر، ما فيش البايسبس تفصل زي ما انتم شايفين كده، مش هفرد الاخر خالص. قبل البايسبس تفصل اشتغل تاني على طول. هعمل 10 12 عده على الدراع الشمال، هنخلص البايسبس هنقوم على طول هنلعب ترايسبس برضه سنجل، هتبقى كيك باك، هندروب بس الوزن شويه، هتبقى كيك باك برضه سنجل، ايد واحده بس هتبقى مقلوبه، الايد زي ما انتم شايفين كده مقلوبه، الجسم كله ثابت، الدراع في مستقيم مع الجسم، حركه واحده كله، الكوع ثابت لفوق، بسكويز على الترايسبس للاخر وبنزل معاها للاخر من غير ما كتفي يتحرك عشان الكتف ما يشتغلش، الترايسبس بس هي اللي بتشتغل. دي بالمناسبه بتشغل الميديال هيد من جوه. الدراع طبعا الشمال هنخش على الدراع اليمين على طول بنفس الفكره، نلعب بايسبس وبعدين ترايسبس، دي هتبقى اخر زاويه خلاص في الباي والتراي. بعد كده هنلعب شويه بطن، هوريكم برده الزوايا بتاعتها. يلا بينا ناخد شويه فور ارم كده. بعد تمرينه الدراع هناخد زاويتين للفور ارم، الاثنين على الكابلات، هنحط الستريت من تحت. اول زاويه هتبقى الفور ارم من جوه، هنسكويز عليها زي ما انتم شايفين، ده هيبقى الجزء الداخلي بتاع الفور ارم من جوه. اهم حاجه ان احنا نعصر على الفور ارم للاخر، نسكويز على الاخر، نستريتش الاخر وننزل تاني.
العدات بتاعتنا ممكن تكون زياده شويه عشان الفور ارم اصلا عضله طبيعتها ان هي الانديورنس بتاعها عالي، بتستحمل كتير، فممكن ان احنا طبعا هنزود الوزن فيها مش مشكله، بس اهم حاجه ان احنا نحاول نجيب فيها عدات لحد ما نحس ان هي اشتغلت معانا وبقت بومد للاخر. نجيب فيها 15 20 عده مش مشكله لحد ما خلاص تفيل معانا. بعد كده هننزل الوزن شويه وهنعمل الفور ارم من الناحيه الثانيه اللي هي البريكيو رادياليس 15 كيلو مثلا. هنخلي كوعنا عامل شكل 90 درجه كده ثابت. هنركز كل تركيزنا على البريكيو رادياليس من هنا. طبعا السكويزنج يبقى كله عليها، يعني ما نحاولش ان انا بنزل وانا بطلع انزل بكوعي واطلع بكوعي. وريهم حركه غلط كده يا كابتن عمر، يعني في ناس كتير بتنزل وتطلع كده، هي مش غلط قد ما هي بتشغل البراكياليس مع البريكيو رادياليس. انت مش محتاج حركه زي دي، انت محتاج تثبت لفوق بس تسكويز لجوه. يلا بينا على البطن، هنلعب زاويتين بطن سوبر سيت على طول. هنلعب ليج ريزس هنا على الدبس على المتوازي، بعدين هنخش على طول بلانك على الارض هنا. اول حاجه هنا الليج ريزس هنعمل 20 عده، ثبت جسمنا كويس، هطلع برجلي فوق، من على طول ننزل نعمل بلانكس. اهم حاجه في البلانك ان انت وانت ثابت تبقى رافع وسطك لفوق، ما تحاولش تنزل وسطك لتحت، خلي وسطك دايما مرفوع لفوق بالشكل ده، ثابت على بطنك، ناشف على بطنك. ما تحاولش انت ترتكز على كتافك كتير زياده عن اللزوم، خلي كل التحميل على بطنك عشان كتفك هيوجعك على الفاضي، مش هتحس اصلا ببطنك شغاله معاك خالص. بس هتثبت في الوضع ده كده دقيقه 1 مينت، خلص تعمل سايكل دي 3 مجموعات كده. تمرينة الدراع خلاص، خدنا النهارده بطن ودراع، وكده السايكل كلها خلصت. كده السايكل كلها كامله في فيديو كامل اللي هو على اليوتيوب موجود، هسيب لكم برده اللينك بتاعته في الديسكربشن في الاي اللي فوق. احلى مسا عليكم يا دكتور.